ايوه يا عم عز، ايوه كده اللي واحد معايا. ايوه كده يا عم عز، انا برضه قلت كده، انا والله شكيت في نفسي، قلت ازاي القوائم الكابلوك ليها مقاس كام؟ لا ملهاش مقاس. على كلامك فعلا، هي انا شفت اللي هو المتر، شفت المتر ونص، وشفت الاتنين متر، يعني تقريبا انا شفت لحد الاتنين متر ونص كمان والتلاتة متر، يعني متفاوت في الامتار. انا حتى ما صوتش عليها يعني، ورديت برضه. ممكن بقى المهندس عبد الله يرد علينا، ممكن هو بيسأل ممكن هو يقصد حاجة تانية في السؤال ولا حاجة. انا اللي فاهم، اللي انا فهمته ان هو بيتكلم في ايه، ان ليها، ان سألها ان القوائم لها يعني كذا متر مثلا معين، متر او 2 متر 3 متر. ممكن هو بقى الاستاذ عبد الله يقصد حاجه ثانيه، هو برضه يرد علينا، عرفنا هو كان بيقصد ايه. صراحه الله ينور يا هندسه عبد الله، اللي اتعمل في الجروب ده حاجه مشرفه، الله ينور عليك. وبقول للناس اللي هي مش متفاعله دي، انا مش عارف هي مش متفاعله ليه، يعني حاجات جامده، حاجات حلوه جدا. الراجل الاستاذ عبد الله يعني ما شاء الله عامل حاجه عظمه يعني. ماشي. صباح الفل يا عمارو، عامل ايه؟ لا الاخ عبد الله بسم الله ما شاء الله عدى الفلنكات خلاص، والسلام لو اتفرجت على القناه بتاعته، انا مش شفتها امبارح على اليوتيوب. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا عم عز، انا بقول للشباب ان احنا كده يعني بقى البساطه اللي عاملها المهندس عبد الله دي، يعني كده مش هلاقوها في اي حته ثانيه. يعني لو الوقت بتاعكم ان انتوا تستفادوا، واللي مستفاد واللي هو راجل ما قلناش حاجه، في ناس متعلمه وفاهمه تمام، ما قلناش حاجه، الناس دي برضه هتذاكر المفروض دلوقتي حالا، يعني الوقت ده اللي هي تذاكر فيه حاجه كده سلسه وحاجه ما شاء الله تبارك الله. في قايم 2 متر تمام. طبعا احنا عندنا في قايم ونص اكيد، بس انا بتكلم في نقطة ان القايم في قايم 2 متر تمام. فابدأ احط القايم عند 2 متر واركب فيه عوارض بتاعته اللي هي ايه، البراندات بتاعته. فدي كده اسمها حطة، واللي بعدها حطة. طبعا انا اعرف ازود القايم متر ونص كمان في ال2 متر من خلال وصلة. انا ما اتكلمش على الوصلة دي، ده المقصد منه. وبرضه جت في سؤال اختر مشاهدية، فانت لازم تجاوب، فاهمني؟ فاكتر سؤال مناسب هنا ال2 متر. اما في متر ونص، في سقاها متر ونص بقايم متر ونص، وابدأ اعمل العوارض بتاعتها من تحت ومن فوق تمام. وبتتعمل سقالة متر ونص، في 3 ونص، في 3 ونص، وعاوز ازود بزود. بس بتكلم ان الاقصى اللي هو 2 متر دي كده اصبحت حطة. فلما اجي احط وصلة في قايم تاني فاصبحت حطة تانية، ان الحطة دي الدور. اما اعمل كمان حطة فوقيها تمام ببلاتفورم فوق تمام، فاصبحت حطة، فالحطة دور، ف2 متر في 2 متر تمام. انا بقى ممكن ازود وصلة باين، ممكن ازود وصلة باين بتبقى 3 ونص، بس انت بنزودها يعني مش الديزاينر بتاعها قايم 2 متر. هي انسب اجابة 2 متر. بالنسبة ان يكون في قايم 50 سنتي، فمعنى كده ان هو هيبقى في كوباية واحدة. فصراحة انا مشوفتش قايم
في الكابلوك ماسورة كليبس، وحتى انا محدد الكابلوك ماسورة كليبس. انت ممكن تكون معاك ماسورة نص متر في نص متر وتعمل لك سقال عادي. اما الكابلوك كتصميم شركة، انا ما شفت الشركة عملت نص متر مثلا، عشان اتفقنا 3.5، فانا احط قايم بوصله، فتصبح برضه عملت قايم بوصله. فانا لما بركب العوارض فبركب من تحت وبركب من فوق مع الاتنين متر، اوكي ده الغالب يعني. وبعد كده بركب فوق، فبركب كمان بركب بوصلة في القايم وبركب فوق تمام العوارض بتاعتي، تمام. فعوارض بتاعت البراندات بتاعتي، فاصبحت دي حاطة متر ونص، دي حاطة، والتحت المترين دول حاطة، فدي حاطة والتانية. تمام يا جماعة، أنا رجعت على السؤال، فهو فعلا مكتوب بصيغة تمام اللي هو مش الصيغة اللي أنا عاوزها. أنا كنت بتكلم بين حطة والتانية اللي هي كل جوابها 2 متر، صح؟ تمام. فهنا السؤال كان بصيغة إن هو لازم إن حد يختار فيها، فأنتوا صح ما شاء الله تمام أوكي. دي برضه حاجة تدل الناس ما شاء الله دماغها شغالة، والناس بتشوف والناس بتقرا والناس بتتابع والناس شغالة في الجروب، والناس برضه احنا بناخده برضه بنتبادل معلومات، وده شاف ده حاجة برضه كويسة، واللي شاف حاجة بيقولها. فهو الصيغة بتاعت السؤال اللي أنا كنت بقصد حاجة وهي كانت حاجة تانية.